كلم ربنا مش برنامج ديني بيدور على الحلال والحرام، أو حتى بيحاول يفتش في نوايا الضيوف ومدى إيمانهم من عدمه. كلم ربنا هو نفحة صوفية هنحاول من خلالها نعرف الجلال الصوفي والوجد الإيماني اللي ساكن جوه القلوب، ونسأل فيه كل ضيف فين اللحظة اللي كلمت فيها ربنا. أحمد الخطيب، كلم ربنا. ضيف حلقة كلم ربنا النهاردة هو الكاتب الصحفي والنائب محمود بدر. محمود بدر هو صحفي مؤسس حركة تمرد الشهيرة، وحاليا نائب في البرلمان، وعنده علاقة خاصة بربنا عز وجل. لما بسأله قبل الفاصل عن علاقته بربنا وشكلها ايه، قال لي انا ربنا معايا طول الوقت، وحكى لي عن ازمات مر بيها في حياته. الازمات دي كان ربنا عز وجل حاضر فيها، حاضر في حياته، في حزنه، في ألمه، في فرحه، حتى في اللحظات اللي هو كان بيتمنى ان ربنا يبقى موجود فيها جنبه في لحظات السعادة. هو عنده علاقة خاصة بربنا، آثر ان هو يتكلم فيها على الهواء مباشرة معايا. النائب القدير صديقي محمود بدر، كل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد. رمضان كريم. الله أكرم، الله أكرم. كلمني عن ربنا في حياتك. الملاذ، السند، الحصن، الأول والأخير. هو الموجود والحاضر في كل شيء. بص يا أستاذ أحمد، في وقت كده يعني أنت طول الوقت بتحس إنه في حاجات مش هتقدر تكلم بيها حد، ولا تقدر حتى تقول اللي جواك. محتاج ربنا، محتاج ربنا فقط. محتاج تكلمه، محتاج تشكيله، محتاج تحكيله، محتاج تقول له اقف جنبي. انا ما حدش يقف جنبي غيرك، ما حدش يقدر يساعدني غيرك. مرت عليك اللحظات دي كتير، بس في لحظات بتبقى فارقة. في لحظات انت فعلا بتحس بعد كده انه طبطب عليك، انه سمع لك، انه كل دعواتك ليه وكل كلامك معاه ما راحش هدر. انا ما اظنش انه ممكن يبقى فيه يعني اكتر من الضنا، من الابن. فلما تبقى حاجه تمس ابنك دي اكتر حاجه تزعج، يعني قصدك؟ بالظبط، تبقى مزعجه جدا. انك تمس حاجه تمس ابنك. ولما تروح لدكتور واتنين فيقول لك انه لا، لازم الجنين ده ينزل. انت هنا داخل على الموقف اللي بينك وبين ربنا، صح كده؟ الموقف الصعب، صح كده؟ هو موقف كتير، انا زي ما بقول لك هو طول الوقت احنا محتاجينه. لكن انا يعني لما تسالني عن اكثر هذه المواقف، فانا دايما بفتكر الموقف اللي حصل. احكي لي بقى قبل ولادة اسماعيل. موضوع ابنك بقى، ابنك اسماعيل. بعد الجواز، وكان اسماعيل مراتي كانت حامل في اسماعيل، واحنا ماشيين كويس جدا لدرجه انا بتابع مع دكتوره عندنا في البلد. ومش عايز اقول لك يا استاذ احمد، انا بتابع مع الدكتوره، هي دكتوره اللي هي كانت والدتنا انا اساسا، كبيره وقديمه، وحتى مش وخبره بقى، خبره بس مش واخده باساليب التكنولوجيا الحديثه يعني. فجت مراتي في شهر السادس تقريبا، قالت انا عايزه اروح يعني العياده اكبر عشان السونار وعشان نشوف شكل الجنين تمام. فراحت لقيت الدكتور، هي برضه راحت للدكتور يعني حديث شويه عندنا في البلد، فلقيت الدكتور بيقول انا عايز نائب لي. عايزك انت؟ عايزنا شخصيا. فخلاص تمام، خلاص يعني بعد ما كشف على زوجتك طلب انه يقابلك لوحدك. كلمتني قالت لي الدكتور قال انه عايزك ضروري ولازم تروح. حاضر، خدت بعضي ورحت على الدكتور خير. قال لي في ميه ضغط على مخ الجنين احنا اكتشفناها دلوقتي، وده طبعا حاجه خطيره، فلازم نشوف هنعمل ايه. طبعا انا صراحه قلت خلاص انا هحدد ميعادين مع 2 دكاتره من اللي انا بطلب ايوه، لما قال لك كده قال لك ان دي ازمه يعني، قال لي ازمه كبيره، وقال لي انه لازم الجنين ينزل، انه في الاحوال اللي زي دي، لانه لو استمر الحمل فبيبقى يعني فيما بعد الجنين بيبقى وضعه الصحي مش مظبوط خالص، فضلا عن الخطوره على امه. مش بس خطوره على امه، هو كمان بينزل الجنين مشوه. يعني بينزل مشوه في عله وفي مشاكل. ففي الحالات الطبيه ان احنا بنتخلص عادة من الجنين. وانت لازم تراجع الكلام ده، هتروح تعمل السونار وتأكد على الكلام ده برضو. لو انت مش واثق في كلامي، لا تمام يا دكتور. وانا انزعجت محمود ساعتها انت؟ جدا انزعجت انا امه عرفت؟ صدمه. الام عرفت لان انا محتاجها معايا في خطوات بعد كده. فكان لازم اقول. رحت اتصلت بوالدتها، جت تاني يوم بقى قررنا ان احنا هنطلع نشوف الرحله بتاعتنا دي هتمشي ازاي. فانا في 2 دكاتره اصدقائنا. انت ما استسلمتش لكلام الدكتور؟ لا، قلت لازم اخد اراء دكاتره تاني انا بثق فيهم برضه. الحقيقه يعني هو كلام الدكتور علميا منطقي، لكن انا قلبي مش قادر يصدقه، رفضه. او
تقدر تقول يعني متمسك بالامل، يعني انك تروح لدكتور ان تاني، انا اروح دكتور تاني يمكن يقول لي كلام مختلف، يمكن يقول لي الكلام ده صحيح. مش دقيق كعادة اي حد بالظبط. لما بيبلغ بخبر وحش يعني الدرويش لما قال وبأمل ياتي ويذهب لكن لن اودعه، لن اودع، مش هودع الامل برضه. فكلمت 2 دكاتره يعني من اكبر الدكاتره في مصر واصدقائنا، يعني على المستوى الشخصي هم اصدقائنا لان لهم في العمل العام الدكتور ابو الغار والدكتور حسام بدران. دكتور محمد ابو الغار طبعا. الدكتور محمد ابو الغار والدكتور حسام بدران. رحت الاول للدكتور محمد ابو الغار، وهو الدكتور محمد ابو الغار المدرسه الامريكيه اللي هي الصادمه دي يعني يقول لك لازم ينزل. قال لي كده، دخل كشف قال لي في ميه يا محمود وانتوا لسه صغيرين واحنا لازم ننزل الجنين ده، فلازم ينزل. تروح للدكتوره هنا بنتي عشان تعملوا السونار ده وبعديها نحدد ميعاد. الصدمه كملت معاك كده. ومع ذلك انا متمسك بالامل برضه. مش عارف ليه عندي احساس انه ممكن الدكتور حسام يقول كلام مختلف. رحت للدكتور حسام. رحت للدكتور حسام ده تالت كشف ليك كده بقى. وانا ده كله يا استاذ احمد انا بكلم ربنا وبقول له طب والنبي لما اروح المكان التاني ده ممكن الموضوع يتغير. انت بقى بعد ما استوعبت طول الوقت ده انا عمال عندي بتقول ايه بقى لربنا بقى؟ انت الان مبلغ، انت الان بلغت من الدكاتره ان ابنك ده لازم ينزل، الجنين ده لازم يتسقط. انا عايز اللحظه بقى اللي انت هنا انا بقى مش عايز ده ينزل، انا كنت عشمان انه خلاص جاي وقرب، فمش عايزك تسيبني. يعني كنت بتقول له فين بقى؟ نجهولي. كانت يعني حتى كانت الكلمه بتاعت والدتي كانت تقول لا تقول لي ربنا هيشحتهولك هيديهولك ما تخافش هيشحتهولك. فاللي هو كان حاسس انه لا يعني لا في امل، في امل، انا ربنا مش هيسيبني. والله 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 ثقه غير طبيعيه ان ربنا مش هيسيبني. عندك يقين في المساله جدا وواثق. ومش هقول لك ان انا كان ليا احد اصدقائي بيتكلم معايا يعني حاول يهون الموضوع شويه، فبيقول لي وعادي والدنيا تمام ومفيش مشكله. فانا قلت له انا حاسس انه مش مفيش مشكله. رحت للدكتور حسام. الدكتور حسام راجل شيك جدا وقال لي دكتور حسام بدران قال لي نفس الكلام بس بطريقه اشيك، يعني اللي هو بص احنا ممكن بعد ما ننزل احنا هننزل، لكن بعد ما ننزل ان الجنين ينزل، لكن بعد ما ننزل احنا ممكن نعمل عمليه نسحب الميه اللي ضغط على مخ الجنين ده، لكن لانه بيبقى مش مكتمل نسبه نجاحها ضعيفه، لكن نقول يا رب فهنعمل العمليه دي. فالدكتور حسام كان رايه انك تعمل عمليه لسحب الكلام. لا نفس الكلام، ننزل الولد ينزل. لكن هنعمل عمليه، نعمل محاوله ساعه النزول ان احنا نعمل عمليه، نسبه نجاح العمليه دي لا يتعدى من 5 ل 10%. دي عمليه انه ينزل عايش يعني؟ ينزل ونسحب الميه من نحاول نسحب الميه دي. فلو انسحب هو طبعا جنين مش مكتمل، ففرص نجاح يعني ضعيفه. يعني انت برضو في النهايه الدكتور حسام بيحاول يديك امل بسيط. فخلاص يعني هو نفس الكلام، هينزل الجنين، لكن ايه في احتماليه 5% انه نعمل حاجه ممكن. فخلاص هنعمل السونار، نفس السونار اللي كان كل الدكاتره قالوا لي عليه انا هروح اعمله عشان احدد موعد العمليه. حصل بقى حاجه قبليها، يعني انا نايم في منام بقى وشفت انه معايا مجموعه يعني من اصدقائي. شفت كنت زعلان في الوقت ده؟ بس انا شفت حاجه، انا زعلان بس انا عندي ثقه مش عارف جايبها منين رغم كلام الدكتور حسام. انا شفت ان اسماعيل ابني تايه، كنا في ستنا السيده زينب وابني تاه مش لاقيه. انت رأيت في المنام ان ابنك ده عايش؟ انه موجود وانه فين اسماعيل انا بدور عليه مش لاقيه. وتاه في السيده زينب. تاه في ستنا السيده زينب ومش لاقيه. وبعدين لقيت حد بيقول لي اسماعيل هناك اهو، فمشيت وجريت رحت لقيته واقف قدام مشهد سيدنا الامام الحسين. فخدته في حضني بس. يعني كان تاه ولقيته. الكلام ده كان قبل 48 ساعه من موعد السونار اللي احنا حددناه مع الدكتور، اللي هو هتعمل فيه العمليه الاسقاط، اللي هو هيعمل السونار اخده اطلع بيه على الدكتور حسام لتحديد موعد العمليه. تمام خلاص. انا ومش عارف، انا برضو شفت الرؤيه دي او الحلم ده فسرتها انت؟ انه ان شاء الله في امل. بس مش عارف ايه هو. ان اسماعيل هيتوجد ومش عارف ايه هو الامل. بس رحنا للدكتور انا واختي وجوز اختي ومراتي. قعدت انا وجوز اختي تحت وهم طلعوا للدكتور عشان السونار. بعد ساعه نزلوا، لقيت مراتي بتعيط
واختي وبيقولوا لي انه الدكتور عمل الاشاعه والميه اتصرفت لوحدها. ودي نسبه بتحصل تقريبا لكل 50 مصاب، 50 طفل يصاب بالموضوع ده ممكن واحد يعني تقريبا نسبه 2%. فشربت الميه اللي كانت عامله المشكله والجنين اصبح. ورحت للدكتور حسام بعديها شاف البتاع، هو نفسه قال لي انت في بينك وبين ربنا حاجه، فربنا بيحبك ما بتحصلش كتير. انا ما رضيتش اقول لك على ده يعني لانه ده املها ضعيف برضه. قلت ايه لربنا؟ ما بقتش عارف والله، انا مش عايز اقول لك يعني، لا صعب ان انت تحكي، لان انا حتى ما عجزت ان انا اكلمه بلساني، بس كلمته بقلبي كتير. انا عجزت ان انا اتكلم بلساني بس كلمت بقلبي كتير. انا عايز اقول لك ان الامور مش حتى طبيعيه لدرجه انه بعديها يعني الدكتور حسام بيقول لي وضع الجنين تمام والدنيا مستقره ورحنا كشف مفيش اي حاجه. وجي بس بعديها قبل ميعاد الولاده بحوالي 20 يوم يعني جه اسماعيل كده حصل تصريف ميه بس تمام يعني، الامور السيتابل ممكن تحصل وتمام، وجه وزي الفل وعنده النهارده دلوقتي داخل على 10 سنين اهو. بعد كل ده نزل الجنين اتولد ولاده طبيعيه زي الفل والحمد لله. والان اسماعيل دلوقتي عنده 10 سنين ان شاء الله يكمل 10 سنين في 9 اللي جاي ان شاء الله يعني. عنده 9 سنين ونص. انت بتشعر انه الكلام مع الله كان السبب في شفاء ابنك؟ طبعا ما سابنيش في الازمه دي. ويعني ثقتي انا طول الوقت عندي يقين ان في حاجه هتحصل من عند ربنا سبحانه وتعالى هتنجي ابني. طول الوقت عندي يقين بكده. بعد المنام اللي انا شفته ده اليقين زاد، بس ازاي ما اعرفش، لان حتى والله ما كنت اعرف ان ده حل مطروح اصلا. يعني انا ما عرفتش ان ده حل من الحلول المطروحه، او انا مش رايح عندي امل انه السونار هيجي يقول لي كده. انا السونار هيجي ناخده للدكتور عشان نروح يحدد لنا ميعاد العمليه. بس طول الوقت واثق ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبني. طول الوقت بقول انا عارف ان انت هتقف معايا. طول الوقت عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، مش عارف برضو مصدرها ايه، لكن الحمد لله وقف معايا. وحتى وانا بشكره. اللحظه اللي اتولد فيها من اسعد لحظات حياتي، من اسعد لحظات حياتي، وكلها بقى شريط الذكريات بقى. انت يعني شكرانيه لربنا سبحانه وتعالى، انت عمال تقول له شكرا انت اللي وصلتني للحظه دي، لولا وقوفك معايا ما كناش هنوصل للحظه دي. ومش بس اللحظه اللي اتولد فيها، كل لحظه بشوف اسماعيل ابني قدامي، وكل لحظه بشوفه بيحقق نجاح او بيعمل حاجه او بيقعد يتكلم معايا او بيقول شعر، بيعمل اي حاجه من اللي ببقى مبسوط بيها طول الوقت. بقول يعني الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد والشكر. انت تتذكر اللحظات المؤلمه طبعا، ولازم افتكر اللحظات دي، ولازم افتكر ازاي ربنا سبحانه وتعالى، ولازم افتكر انه ازاي يحولني من لحظه يأس كامله بعد ما سمعت الخبر للحظه فرح كامله، واليقين التام انه دايما واقف معايا وفي ظهري. انا بقول على مواقف كتير زي ما بقول لك، هو ملاذ، حصن، سند في الاول وفي الاخر. لكن ده من اكتر المواقف اللي اثرت فيا على المستوى الشخصي، واللي خلتني طول الوقت عندي يقين في ربنا سبحانه وتعالى مهما اشتدت الامور. الفرج جاي مهما كانت الامور حالكه يعني صعبه ظالمه، يعني لابد من بكره اللي طال انتظاره يعني هيجي. ربنا هيفرجها، يعني هيفرجها من عنده، وهيقف معانا وهيساعدنا حتى على المستوى العام، مش بس على المستوى، حتى على المستوى العام في البلد. طول الوقت عندي يقين انه الفرج جاي للبلد دي، وربنا مش هيسيب البلد دي. يعني دايما طول الوقت في دماغي حتى دعاء ستنا السيده زينب: يا آل مصر اويتمونا اواكم الله، اكرمتمونا اكرمكم الله. فانا بظن انه طول الوقت ربنا هيكرم البلد دي، طول الوقت ربنا واقف معاها. صديقي العزيز النائب محمود بدر، مؤسس حركه تمرد، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد، والمصريين كلهم بخير. رمضان كريم. الله اكبر.